إخواني الكرام، جزاك الله خيرا دكتور صفوت على هذه الكلمات. أنا أقول كلمة في دقيقتين. أولا أنا أحمد الله عز وجل الذي قدر لي أن ألتقي بحضراتكم ونحن أبناء محافظة واحدة ولم يحدث لي أني تشرفت بهذا اللقاء الكبير إلا بهذا السبب العظيم. فهذه واحدة ومنقبة لشيخي وأستاذي الكبير أستاذ حازم صلاح وإسماعيل أن كان سببا في هذا اللقاء الطيب، وأحب أن أقولها لكم الآن وهي شهادة أمام الله عز وجل لا أبتغي بها أحدا، أني ما قررت أن أقف مع الأستاذ حازم صلاح وإسماعيل بعد أن أخبرني أنه ينتوي الترشح قبل أن يعلن الترشح إلا لله عز وجل، وما كنت أعرف أنه يملك كل هذه القدرات والإمكانات والإبداعات في البرامج الانتخابية والعمل العام والبرامج السياسية والقانونية، والله على ما أقول شهيد. وقفت معه لأنه أعلن المشروع الذي تربينا عليه، وهو تحكيم شرع الله عز وجل وتطبيق كتابه. فكنت من أوائل الناس الذين أخبرهم الأستاذ حازم بأنه ينتوي ذلك، وانشرح صدري فورا بعد استخارة ربي أن أقف معه بكل ما أستطيع. فأشهد الله أني ما بيني وبينه أي مصلحة دنيوية، فهو عز وجل الذي ألف بين قلوبنا وجمع بين أجسادنا. ونسأل الله عز وجل لي ولكم والأستاذ حازم ولكل علمائنا الذين سارعوا وأعلنوا دعمهم له أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، فما التقينا إلا لله وبالله وفي الله. ولذلك أطالبكم بالتكبير الآن ليبدأ الأستاذ حازم كلمته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.